يا عشاق كرة القدم، إليكم أحدث الأخبار الرياضية. خبراء يحذرون من وصول اللاعبين إلى ذروة الإرهاق بسبب ضغط المباريات. مع توسع كأس العالم 2024 لتصل إلى 104 مباريات، ترتفع احتمالية الإصابات بشكل كبير. رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يشيد بصعود المغرب كقوة كروية عالمية بعد حضوره نهائي كأس إفريقيا لكرة الصالات هناك. ببالغ الحزن والأسى، توفي اللاعب الدولي المغربي السابق عزيز برادة عن عمر يناهز 35 عاما إثر نوبة قلبية. قرر نادي غلطة سراي عدم تجديد عقد حكيم زياش، مشيرا إلى مشاكل في الأداء وتوتر العلاقة مع المدرب. أشاد مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني بأداء آدم أزنو في أول ظهور له، واصفا مستقبله بالواعد. والفيفا يستعد للإعلان عن استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030. أبقوا معنا للمزيد من الأخبار.